التطور الانشائي في عهد مرتضى منصور، عملنا سايبر بلاي ستيشن في النادي. انا مش طالع اتعارض والله وفاكر ان انا طالع اتريق وكده، لا، طالما هيدخل لنا مصدر رزق للنادي انا موافق، ونعمل مشاريع تانية، سايبرات وترابيزات بينج وبلياردو. فبدأنا بالسايبر. انا بس عندي اسئلة علشان اطمن على النادي بتاعي اللي انا بحبه كمشجع. هل في كورة بس ولا في العاب تانية، في جاتا، في بابجي، في كراش، الحاجات دي؟ لان مش كل الشباب بتلعب كورة، هنضيع علينا الجنيه اللي رايح في حتة تانية. طيب هل الساعة بكام ولا بالماتش؟ لان في سايبرات بتعمل بالماتش وفي سايبرات بتعمل بالساعة. والفردي بكام والمالتي لا مؤاخذة بكام؟ لان دي بسعر ودي بسعر، وانا شايف ان كل الشباب بتلعب مالتي اتنينات مع بعض، فلازم يكون في اختلاف عن بره. في ناس عامله الساعه ب60 ب70 ب80 معاك لحد 120 في الشيخ زايد، الناس المرفهه. فعايزين نعرف النادي عاملها بكام. انا عايز اطمن على نادي طالما داخل مصدر رزق. وهل في اوبشنات تانية؟ يعني في دايما شله كده تلاقي واحد ما بيحبش البلاي ستيشن، يقعد يعمل ايه؟ نعمل له حاجه تانية ده. مثلا نجيب له طاوله، دومنه، اونو، حاجات داخله برضه. مش لازم تجيب فلوس، بس تشد رجل، تشد رجل. انا بتكلم في كده، نشد رجل، نجيب الناس. وهل، سؤال بقى المهم والاخير، لو في بنات حابه ان هي في النادي تلعب، في مكان مخصص للبنات ولا لسه الحته؟ لان انا عارف ان المستشار عامل مكان للسجاير، مكان للمكالمات، مكان لو هتقفوا تتكلموا مع بعض، مكان لو هتتكلم على الواتساب، مكان لو هتكلم حد فايبر فعامل مكان لكل حاجه. فهل في السايبر هيبقى في مكان للبنات زي الولاد كده؟ اسف والله، التطور التطور هي دي بقى عيوب التطور. لما بتتكلم عن التطور الدنيا بتتطور معاك.